قبل ما تفكري في العلاج الهرموني البديل في 3 محاور لازم نفهمهم بالترتيب. أول محور الفيتامينز والمكملات، نقصها بيعمل أعراض شبه أعراض سن اليأس بالظبط. أهمها فيتامين دي والمغنيسيوم ومجموعة فيتامين بي والأوميجا 3 والكالسيوم. لازم نضمن إن النسب بتاعتهم مظبوطة سواء في أكلنا أو هناخدهم كمكملات على شكل حبوب وكبسولات. المحور الثاني العلاج الهرموني البديل، هل فعلا في فرق بين الكيميكال والبايو ايدنتيكال؟ امتى يكون مفيد وامتى يكون خطر ومين ممنوع منه تماما؟ فمش كل ست هينفع معاها العلاج الهرموني. المحور الثالث اخطر واحد فيهم، حاجات في اللايف ستايل بنعملها كل يوم ممكن تبوظ اي نظام علاج حتى لو كان صح. كل ده بالتفصيل وبالترتيب في فيديو البيريمينوبوز الجزء الثالث. لو بتعاني او واحدة قريبة منك بتعاني، روحي شوفي الفيديو الكامل على قناة اليوتيوب. هنعرف مع بعض ازاي نعدي لبر الامان، وبدل ما نعيش فترة صعبة وملخبطة هنخليها احلى مرحلة في حياتنا زي ما ستات كتير عملوا كده واحنا مش اقل منهم. مستنياكي، اوعي تفوتي الفيديو ده.